بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وبسيطة كلنا بنحبها، الجرس الطرية بتاعة الأفران، وهتنفع معاكي جدا جدا في الفطار. يلا كده من غير رغي كتير نشوف الوصفة بالتفصيل. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حاجة كده معايا كوباية من الحليب اللي هو اللبن السائل، واللبن ده بدرجة حرارة المطبخ، يعني دافي علشان احنا في الصيف والجو مش مستحمل. لكن لو في الشتاء وهنعجن بلبن أو بمية لازم ندفيهم حاجة بسيطة كده على النار علشان ينشط معانا الخميرة. ضفنا على كوباية الحليب دي معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هندوبهم زي ما احنا شايفين كده علشان الخميرة تتفاعل مع السكر واللبن. هسيبهم كده على جنب. بعد كده معايا كيلو من الدقيق ده طبعا انا نخلاه يعني مغربلاه مرتين كده قلب اختك علشان تاخدي منه نتيجة حلوة. هضيف على كيلو الدقيق ده معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر. خلطنا الدقيق والبيكنج باودر كده قلبناهم مع بعض كويس. بعد كده هضيف المادة الدهنية اللي معايا، وهي عبارة عن كوباية إلا ربع من السمنة. أنا كنت مسيحاها وكملت الكوباية كده، الربع الكوباية الفاضي كملته بالزيت. يعني دي كوباية إلا ربع من السمنة وعليها ربع كوباية من الزيت. يا ممكن تستخدمي سمنة بس وممكن تستخدمي زيت بس السمنة بتديها كده نعومة، وبتديها ريحة حلوة خصوصا لو كانت سمنة بلدي أو مخلوطة، والزيت كده بيديها هشاشة وطراوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات. انا مش هقول لكم حطوا لايك لان لو الفيديو عجبكم هتحطوا لايك من غير ما اطلب منكم، يا احلى متابعين واحلى اخوات. بسينا كده السمنه والدقيق مع بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده معايا كوبايه من الميه، هضيف عليها معلقة صغيرة ممسوحة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. طبعا انا اللي متابعني عارف اني انا ما بضيفش الملح او السكر على الدقيق في المعجنات الا لو كان السكر بودر او الملح ناعم بودر. هنا ضفنا كده معلقتين من السكر ومعلقة صغيرة من الملح وهدوبهم كده وهسيبهم على جنب. بعد كده شايفين الخميرة اللي احنا عملناها، بسم الله ما شاء الله عملت فوم كده واتفاعلت مع السكر. هننزل بيها على الدقيق بتاعنا. هنتكلم كده شوية عن البدايل. طبعا لو عايزة تستخدمي مية بس بدل الحليب ماشي شغال وهتديكي نتيجة حلوة. لو حابة تضيفي يعني حليب ومية مخلوطين برضو شغال. حابة تشتغلي بالمية بس وعندك حليب بودر وحابة تضيفي من القيمة الغذائية ضيفي معلقتين كده كبار من اللبن البودر. ما عندكيش لبن بودر اشتغلي بالمية وهتاخدي نتيجة حلوة ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا ابتديت كده ازود المية شوية بشوية زي ما احنا شايفين كده. زودنا المية شوية بشوية لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب، والعجينة كده تلم معانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخدنا كوباية المية كلها. بعد كده هنا معايا نص كوباية اضافي هزود منه شوية بشوية لحد ما العجينة كده تلم معايا ونحسها اتعجنت ونوصل للقوام اللي احنا عايزينه. اهو زي ما احنا شايفين كده هي اخدت حوالي كوبايتين ونص. بعد كده غطيتها وسبتها ترتاح معايا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، مش اكتر من كده يا جماعة. لكن لو في الشتاء هنخمرها تخمير كامل. تمام تمام لحد هنا. المقدار العجينة هنا اخد معايا كوبايتين ونص من السوائل، يعني ممكن يزيدوا معاكي معلقتين 3 او ممكن تاخد معاكي كوبايتين ونص. طبعا عملنا كده حجم الجرصة شكلناها في حجم البيضة الوسط، يعني يفضل انك تعمليها حجم كده متوسط ما تكونش كبيرة. هنشكل كل كده العجينة اللي معانا، وطبعا صاج الفرن ده مش دهنينه اي مادة دهنية. هنبتدي بعد كده ناخد من اول كورة شكلناها هنبططها هي الاول زي ما احنا شايفين.
اهو شكلنا اول ساج، وهنبتدي نشكل الساج التاني كده نبططه. ولو انت وصلت معايا لحد هنا ونسيت تحط اللايك، يا ريت تحط اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش في القناه ينورنا بالاشتراك. كده هنغطيها بعد ما شكلناها وبططناها، بنغطيها بفوطه نظيفه او قماشه لحد ما حجمها يتضاعف وتخمر معانا. شايفين؟ اللهم بارك. طبعا بنشغل الفرن من قبلها ب10 دقايق علشان الفرن يكون سخن معانا. بنشغل الفرن من تحت على العالي، ولو عندك تايمر بيكون على 220، والشواية لو بتشتغل معاه بتكون على الهادي. طبعا بنحط الصاج على تاني رف من تحت مع تحريك الصاج كل 4 دقايق علشان تاخد لون موحد ومظبوط معانا. لو الشواية ما بتشتغلش مع الفرن، مجرد ما بتاخد لون مصفر كده من تحت، بتشغلي عليها الشواية مع المتابعة المستمرة لحد ما تاخد معاكي اللون المظبوط. طبعا اول ما بتطلع من الفرن، لو الفرن عندك بينشف المعجنات، بتديها كده رشة ببخاخ مية وبتغطيها علشان ترد معاكي من حرارة الفرن. شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا معايا الصاج ده انا اديته يعني غمقت اللون بتاعه بزيادة. يعني عندي هنا اللي بيحب المخبوزات بتكون واخدة كده لون غامق شوية. شايفين الفرق بين الجرصة دي والجرصة دي؟ وطعمها وريحتها في منتهى الجمال يا جماعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين يا جماعة الكمية؟ اللهم بارك. شايفين؟ شايفين الحلاوة والجمال، وريحتها تحفة ومخلية البيت ريحته تحفة، كأنك يعني واقفة في مخبز حرفيا. ريحة البيت كأنك واقفة في مخبز في جميع أنواع المخبوزات. أي حاجة بتعمليها في البيت على فكرة بتبقى البيت كده مليان خير وبركة. شايفين الجرس هشة وطرية ازاي؟ قولوا لي الكمية دي لو حبينا نشتريها من المخبز هنجيبها بكام؟ عندنا هنا في مخابز بتبيع الواحدة ب5 جنيه، وفي الواحدة ب6 جنيه، يعني على حسب. لكن احنا شوفوا من كيلو دقيق عملنا الكمية اللي احنا شايفينها دي، وكمان التاكل منها. انا ما عدتهمش كم واحدة بصراحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايبي واخواتي، يا ريت تاخدوا جولة في القناة كده، هتلاقوا عليها وصفات وحاجات جميلة جدا جدا. ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم ورضاكم كده، وتنورونا بالاشتراك. يا ريت يعني تتفاعلوا على الفيديوهات علشان القناة كده تحقق الشروط، وان شاء الله تتفعل قريب بإذن الله. ثم بفضلكم ان شاء الله ومشاركة كتير للفيديو كده علشان الفيديو يتشاف والقناة كمان تتشاف. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.